طبعا بالنسبة للاستعداد للعام الدراسي الجديد احنا أخذنا كل استعداداتنا من مراجعة الأماكن، المدرجات والمعامل، المدينة الجامعية برضو، وإن كانت أعمال الصيانة لم تنتهي بعد في المدينة الجامعية إلا أن العمل فيها يتم على قدم وساق، ونواصل الليل بالنهار ونسابق الزمن لكي تكون المدينة الجامعية على أهبة الاستعداد، بحيث إذا ما تقرر التسكين فسوف نكون جاهزين بحمد الله مع بداية العام الدراسي بإذن الله. طبعا الجداول والأساتذة والمحاضرات وكله طبعا تم تأكيد على الجميع بضرورة الالتزام منذ اليوم الأول للدراسة، بأن يستفيد الطلاب بأوقاتهم كاملة والمحاضرات في مواعيدها. كمان احنا سنفعل الأنشطة الطلابية، هي كانت مفعلة قبل ذلك ولكننا سنزيدها عمقا هذا العام بحيث تكون متنوعة وتستغرق كل الوقت الفراغ لدى الطالب بشكل ينعكس على وطنيته وعلى انتمائه للبلد وتفهمه للأوضاع التي يمر بها الوطن وفهمه للمشروعات التنموية التي تقوم بها مصر الآن إن شاء الله. بالنسبة لميعاد الدراسة، تحدد ميعاد الدراسة؟ هناك مجلس للجامعة سينعقد إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة، وسوف يتم تحديد هذا الموعد بإذن الله، وعندما يحدث ذلك سوف نعلن هذا من خلال المركز الإعلاني للجامعة، وأي شيء يقال خارج نطاق المركز الإعلامي للجامعة فلسنا مسؤولين